السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة معاكم فيديو جديد. هنعمل طريقة رز بالفول. دي يا جماعة طريقة أجدادنا يعني وأمهاتنا زمان وكده. طبعا أول حاجة بجيب معايا عندي فول أخضر بلدي. ومعايا حوالي بصلة كده أقطعها معاهم كده. طبعا لو عايزة تعمليها في الكبة تعمليها ايدك زي ما انت عايزة. وبجيب برضو معايا بصلتين برضو كده صغيرين، بعملهم ايه، مرتة كده بملح وفلفل وكمون. بس هي ما جاتش معايا في الفيديو يعني، بس هي دي في معانا في الوصفة يعني. ومعايا شوية كزبرة خرطاهم ناعم. اول حاجة بجيب كنت طبعا غاسلة الرز برضو ونقعاه شوية قبلها. بعد كده جبت بقى معايا عشان نعمل نصفر البصلة كده من اللي انا قطعناها. جبت شوية زيت كده ونستنى بس لما الزيت يسخن كده معانا شوية، وبعد كده ننزل عليه بالبصل. زي ما انا قلت كده يعني يا جماعة الأكل دي أكلة قديمة من زمان يعني من أيام أمهاتنا، طول عمرنا احنا بنعملها وكده، وأمهاتنا مربينا عليها. وكمان هي برضو بالغلا اللي احنا فيه ده برضو اكتر ناس بتعملها دلوقتي يعني. أكلة موفرة يعني واقتصادية وعلى قد الإيد، وأي حد يعرف يعملها وكده. طبعا عايزة أقول لكم طبعا لو انت أول مرة تشوفيني أو أول مرة تشوفي الفيديو يعني أول مرة تتابعيني، ياريت متنسيش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. يا رب كده قناتي كده تنال إعجابكم وفيديوهاتي تعجبكم كده إن شاء الله. ويا رب كده عايزكم كده تكبروا قناتي كده، نفسي قناتي تكبر، وحلم حياتي كده ان قناتي تكبر وتوصل ل100,000 كده. فطبعا دوتي يرجع لكم انتم بمشاهدتكم لقناتي وتشجيعكم ليا. فعايزكم بقى كده كل يشوف القناة كده يشترك فيها ويفعل الجرس كده عشان يوصل له كل الاشعارات ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده الحمر البصلة يعني ما نخليهاش يعني تبقى غامقة قوي. هي تبقى يعني يكون لونها ذهبي كده غامق يعني مش قوي عشان ما تغمقش معانا، لان انا مش عايزاها تبقى رز اللي هو الصيادية الغامق، لا انا عايزة الرز معايا يبقى فاتح، ان هي مش هنعملها اصلا بطريقة الرز الصيادية. احنا هنعملها بمرتة كده يعني احنا هنصفر دي كده لون ذهبي كده، وبعد كده هنعمل لها برضو بصلة بمرتة بملح وفلفل وكمون. هنمرطها كده ندعكها كده بالبصل، ندعك البصل بالملح والفلفل والكمون، وهننزل عليها بس مش دلوقتي، هقول لكم عليها لما نيجي لساعتها. بس احنا دلوقتي بنصفر البصلايه ديت علشان تدي برضو لون حلو برضو معانا للفوق. خلاص كده اهو زي ما انتوا شفتوا كده اللون كده زي ما انتوا شايفين بدأ يغمق معايا اهو. طبعا زي ما قلت لكم انا مش عايزاه يغمق اللي هو زي رز الصياديه، لا انا عايزاه يبقى اللون ده اللي هو لا غامق ولا هو فاتح، الوسط. طبعا الفول كنا غاسلينه كويس ومصفينه. نحط بقى الفول ده يا جماعة اخضر، اللي هو الفول البلدي بتاعنا، مش الفول اللي هو الشامي التاني، لا اللي هو الفول الاخضر البلدي طري طري كده وحلو. وعايز اقول لكم ان هو استوى معايا بسرعة يعني ما خدش معايا سوا على النار كتير. بنقلبه بقى كده مع البصل كده زي ما انتم شايفين كده، تقلبه كويس مع البصل. وبعد كده بقى بنقوم حاطين بقى عليه شوية مية يستوي فيه. الأكلة دي جميلة قوي يا جماعة، تجربوها. أكلة جميلة واقتصادية وعلى قد الإيد يا جماعة. فبنستنى بقى كده لما الفول كده يسخن كده معانا كده مع البصل، وبعد كده بننزل عليه بالمية السخنة. طبعا لازم تحطوا عليها مية سخنة، ما تحطوش مية باردة عشان الفول يقلب معانا بسرعة ويستوي معانا أسرع. زي ما انتم شايفين كده كانت بنتي بس بتكلمني فالفيديو طول شوية. طبعا مكة طبعا انتوا عارفينها دايما بتظهر معايا في الفيديوهات. فزي ما انتوا شايفين بقى طبعا الأطفال بتغلبنا زي ما انتوا عارفين يعني. كده جبت بقى المية، حطينا بقى كده المية
المَيّة يعني كانت سخنة يعني ما كانتش باردة، زي ما أنتم شايفين كده تبدأ بقى تقلب معانا، هنغطي بقى عليها النار ونسيبها بقى إيه الفول يستوى مع البصل. كنت أنا بقى إيه مجهزة زي ما قلت لكم البصلة اللي هي المرتة اللي هي مقطعة بصل في الكبة يعني بصلتين كده صغيرين مش كتار يعني، وتقطعيهم كده على ايدك او في الكبة وتعملوهم بقى ايه ملح وفلفل وايه وكمون. كتري يعني في الكمون شوية عن الفلفل لان طبعا الفول بيحب الكمون، فتكتري شوية في الكمون عن الفلفل، وما تزوديش ملح وانت تحمري البصل عشان انت هتحطي برضو ملح في الاخر وما تحتاجي تحطي الرز. كنت زودت لها بقى كمان هنا شويه حبه ميه كمان عشان ايه كانت ميته يعني قلت شويه، قلت اما ازوده ميه كمان شويه عشان اما اجي احط الرز وكده. كده بعد ما الفول استوى معانا ننزل عليه بقى بالبصل اللي قلت لكم عليها اللي هي دي يا جماعه البصله مرتاح يعني دعكاه كده بالبهارات بملح وفلفل وكمون. دي اهم خطوه اللي تعملها في الوصفه دي. البصله دي لازم نعملها بصله مرتة لان احنا بنعمل يعني الوصفه دي عايزه الرز يكون فاتح ما يكونش غامق، والمرتة دي بتديلها طعم حلو. كنت انا بقى مخرطه شويه كزبره خضراء نزلنا بقى ايه عليها بعد البصل. هنسيبها بقى ايه نقلبها كده ونسيبها تغلي غلوتين كده. ما البصل يعني يطلع ريحته كده ويستوي شويه وبعد كده ننزل بالايه بالرز. نصلي كده على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دايما نذكر ربنا يا جماعة على طول ما احنا بنشتغل في المطبخ في أي حاجة في البيت، نذكر ربنا دايما و... ونذكر الرسول دايما على لساننا على طول. زي ما انتم شايفين كده كان قلب معانا الايه الرز، قلب معانا قصدي الفول بالبصل. كنت انا بغسل كنت انا اصلا نقع الرز ونقعاه يعني شويه، وقمت بقى مصفيه الميه بتاعته وحطيته بقى ايه على الفول والبصل. نقلبه بقى كده مع بعض كده، نقلب كده نقلب لغايه اما كله يتعامل مع بعضه. طبعا مكة كانت بتكلمني برضو في الوقت ده برضو راحة جاية راحة جاية. طبعا انتوا عارفين الأطفال يعني وشقاوتهم وكده. ربنا كده يبارك فيهم ويحميهم كده يا رب، احنا وكل ولاد المسلمين يا رب العالمين ويهديهم. زي ما انتوا شايفين كده كده خلاص كده هنزود بقى ايه المية. طبعا ما تكتريش برضو مية كتير عشان ما يعجنش معاكي، يعني انا كنت حاطه مية قبل كده فزودت حبة بس ايه صغيرين. طبعا المية تنزلي مية سخنة مش مية باردة. ونحط بقى ايه شوية ملح ما تكتريش برضو عشان احنا كنا حاطين ملح في البصل اللي هو المرتة، فتحاولي انت ما تكتريش بقى في الملح علشان ما تحدقش معاكي. يعني انا كنت حطيت الحبة دول وكان طلع مظبوط معايا. هنسيبه بقى لغاية ما يقلب بقى كده وميته تنشف من عليه وبعد كده نهدي النار ويسيبه بقى ايه يستوى براحته. كده بوريهولكوا بقى بعد ما ايه ما ميته نشفت شوية اهو، ونهدي بقى ايه ان من ميته تنشف خالص بقى نقوم مهديين النار. كده بقى ايه بعد ما نشف خالص واستوى كده بقى هنقلبه بقى. كنت انا بقى هنقرته على العين الصغيرة وهديت عليه النار خالص. هنقوم بقى ايه مقلبينه بقى بس بالراحة كده واحنا بنقلب يا جماعة ما نقلبش يعني نحاول احنا نقلب ايه بالراحة كده، بحيث يعني لو احنا ما نوقعش حاجة الفول ما يتهرسش مننا وكده، يبقى نقلب بالراحة خالص. عايزة اقول لكم ان الاكلة دي كانت جميلة قوي وولادي حبوها واحنا كلنا بنحبها يعني. أكلة جميلة يا جماعة واقتصادية وعلى قد الإيد في اليومين اللي احنا فيهم دول. طبعا احنا بقى اليومين دول بقى بنحاول ان احنا نعمل بقى ايه نطبخ بقى يعني اي حاجة وكده. طبعا رمضان داخل علينا كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله بإذن الله نعمل لهم بقى اكلات بقى نبدأ في رمضان بقى نعمل لهم اكلات حلوة بقى وكده ان شاء الله.
طبعًا والله بالنسبة للغلا اللي إحنا فيه دوّة الواحد ما عادش عارف كل يوم يطبخ إيه والّا يعمل إيه بصراحة. كنت أنا بقى بادوق بقى كده الرز كده أحطه مضبوط والّا لأ، طلع كويس الحمد لله. كده كنا خلّصنا الأكلة بتاعتنا واتغرفنا الأكل أهو. طبعًا كان عندي بصل أخضر وكرات. طبعًا تقدّمي معاه بقى جرجير، عندِك حاجة حادقة مثلًا لِفْت مثلًا مخلِّل، اللي أنتِ تحبيه، عايزة تقطّعي بصل عادي بخل زي ما أنتِ عايزة. ده كده بعد ما غرفت الأكل، وده ده شكل الرز بتاعنا، وكان عندي شوية مخلِّل كده. وده الرز كده بعد ما قدّمناه كده معاكم وبعد ما استوى كده. ده بصراحة ده اللي كان موجود عندي، بصل أخضر وكرات. ده اللي كان موجود، يعني الموجود عندنا بنعمله يا جماعة، الموجود في البيت بنعمله. يا رب الوصفة تكون عجبكم، يا رب كده والفيديو يكون خفيف. ما تنسوش بقى باللايكات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.